السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهاردة. هنعمل سمك بقى، ماشي. شوية سمك كده بساط كده تشكيلة، وشوية جمبري عقر كده بردك مش كتير. طبعا هنا بقى ايه، انا اصلا مصبين الحوض منضفاه. فانا وانا بصفي المية بتاعت السمك نزلت على البسارية خليت البسارية كلها طارت في قلب الحوض. عايزه اقول لكم ان حسن عمال يزعق معايا، انت حاطه الحاجه في قلب الحوض؟ قلت له يا ابني لا، انا بغسله من الحوض نضيف. طبعا الفيديو النهارده معايا برعاية حسن، فأكلة السمك لازم حسن يحط ايديه. هو الأكل النهارده برعاية الشيف حسن. طبعا هنا أنا بغسل البسارية عشان أنا بس اللي باكلها، على فكرة أنا بحبها متخللة يعني مملحة، وبحبها مقلية. فبشيل المصارين منها، ماسكاها كده واحدة واحدة بقى وبغسلها. فهو جنب مني عم عليه يقول لي ايه، انتي بتحنتي فيها كل شوية تحنتي فيها. طبعا طبعا هنا هو بقى بيعمل معايا كل حاجة، فانا شوية صور وشوية صور اللي انا بعمله كده، بوريكم يعني هو بيعمل ايه معايا. صراحة هو المطبخ من غيره ولا حاجة، لازم أن يحط ايديه معايا في كل حاجة. الاكل من غير ايديه ما يحلوش برضك. ابو انس يا جماعة، ابو انس ده حاجة تانية. ربنا يهدي ما بيننا يا رب، ويديله الصحة ويرزقه برزقنا يا رب ان شاء الله، اللهم امين. طبعا هو هنا بيقطع البصلة للسلطة بقى. هعمل سلطة يعني هعمل طبق سلطة وهنعمل في سمك من السمك اللي احنا جايبينه دوت، هنعمله صينية. وهو هيقول لكم بقى اسماء السمك بقى، هو يقول لكم اسامي السمك بقى، لان السمك تشكيلة على بعضها وانا مش مكتره. يعني جايبة من كل حاجة ايه، نص ربع كده، يعني مش مكتره، لانه لما بيقعد ما بيتاكلش. على الرغم من ذلك يعني آه السمك ده فاض منه، يعني احنا عملنا يا دوب بس اللي اكلنا النهارده. طبعا انتوا عارفين الواحد ما بيكون صايم ما بيبقاش له اكله، يعني بيركز اكتر على الميه والعصاير. لا احنا بنركز على الميه، مش هقول لكم بقى عصاير. احنا لو شربنا حاجه حلوه بتسدي نفسنا عن الاكل، الواحد بياكل لقمه ويقوم. عايزه اقول لكم حبايب قلبي، ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوناش بقى في اللايك والشير، كومنت حلو منكم. يا ريت تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا سبسكرايب كده. يعني اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه، تحطوا لايكات بقى عشان اللايكات دي بترفع علينا الفيديوهات. طبعا بقى هنا هو قطع، عملت على السلطه كرات. آه، الطبق التاني دوت وجرجير بردك اهو. انا مش عارفه بقى، انا كنت الناحيه التانية بعمل ايه بقى، مش فاكره. تقريبا كده كنت بعمل البسارية، كنت لسه بنضف البسارية بقى. بطلع مصارينها، بطلع بطنها بقى، بحنتفها زي ما حسن ما بيقول لي. طبعا بقى هنا هو خلص كل حاجه بقى، هيقلب بقى الخلطه اللي هي بتاعت الصينيه بقى، الملح والفلفل الاسود والكمون. طبعا هو قطع بقى قرن فلفل، وقطع بقدونس، ما جبناش كرفس عشان ما لقيناش، وقطع طماطم، قطع بصل للسمك الصينيه. حط الملح اهو برضو معاكم. طبعا بقى ايه، انا كنت حاطه له الصينيه دي على اساس ان هو هيعمل فيها بقى سمكتين على قدها وخلاص. قال لي لا، الصينيه دي هتبقى صغيره وانا عامل الخلطه كتير، فهاتي صينيه اكبر. طلعت له ديك. هنا بقى هيحط بقى السمك، هيحط بقى شويه من الخلطه من تحت، ويرص بقى السمك عليها من فوق، وباقي الخلطه ايه من فوق السمك، من على الوش بقى. انا سايبه لكم مقطع بقى بصوته وهو بيقول لكم بقى اسماء السمك. هي دي اسمها ايه؟ مش عارفه، هو قال لي السمكه دي اسمها ايه. آه سيوف، السمكة دي اسمها سيوف. طبعا السمك ده كله تشكيلة، فانا مش هعرف اقول لكم كل الاسماء بتاعه السمك. انا عارفة بس السمكة الحمراء دي اسمها فريخ، السمكة الصغيرة دي عشان على طول بجيبها.
بس لما بتكون تشكيلة كده بخاف اروح اجيبها لوحدي صراحة يعني. بس المرة دي اتشجعت يعني وجبتها. ده سمك تعابين بحر، ده تعابين بحر. هو هنا بيقول لكم ده تعابين بحر. ودي بطاطا. لا، هو هيقول لكم بقى اسماء. يعني انا جبتها وما ببقاش عارفة اصلا اسميها ايه. اسيبكم بقى وياه يقول النهارده لكم بقى ام اسامي انس جايبه السمك. شخوره من السوق بس رفيعه مع سمك بطاطا. تشكيلة، قول بقى اسماء. سمك تشكيله، شخوره، بطاطا رفيعه، فراخ، مكرونه، سافوليا. بس شقاوي سافوليا بقى. سافوليا، شخوره. واللي احنا عملناه في الصينية هناك دي اسمها ايه؟ اللي احنا عملناه في السوق تعابين اهي، رفيعه. تعابين بحر، قول بقى اللي احنا كده. عملناه في الصينيه بقى ايه، مش صلاه على النبي، دي بقى سيوف، بقى سيوف حلوه تستاهل بقكم. ها، سيوف حلوه ايه زي ما انتم شايفين. اتفضلوا معانا على الفطار. ايه انس عايز ايه؟ عايز اندومي تاني؟ طب استنى اخلي بابا يشتري لك وهعمل لك كده. عشان خلصت المكرونه اللي انا بعملها لك اندومي خلصت. استنى اخلي بابا يجيب لك. بس كده خلاص هتقليه. ماشي، ملح بقى الجمبري وكده. اه والله، هاتي بس العلبه الزرقاء دي. انا علبه زرقاء. انا علبه دي زرقاء. دي. طب هتحطي البسله هنا مع دول، والله كل السمك زي ما انا فيه. طب ماشي، يتعمل اللي يتعمل النهارده والباقي بكره، مش مشكله يعني. ملح بقى، حط بصي اهو، دوت ودوت خلصين. لو بقى عندك حاجه كيسين خلاص بدي. حطيت البصارية، ملحت البصارية. لا. طب اعملها رخ يلا. نعملها في ايه؟ اهي العلبة اهي عندك اهي، خد العلبة اهي. انا كان ايديا بس عشان الصابون. الكمون ده انت خلص. بتقول ايه؟ عشان انت حطيت كمون بزيادة. وهذا الاكل كده في الكمون زياده. بعد كده يا وليه. وقف كم عشان تفضل شغالة على الفاضي. يا وليه. طبعا بقى انا حبيت اسيب لكم حته كده ايه على الطبيعه واجواء بقى ايه لما بنخش المطبخ سوا انا وحسن. طبعا هنا بقى انا كان عندي بتنجانتين، فقلت ايه بدل ما يتبالوا كده والدنيا الصيام والواحد ايه يعني ما بيعملش فطار الصبح وغدا والقصه دي كلها، او ما بنعملش فطار وغدا يعني. فقلت لا هقليهم، واقلي طاسه بطاطس كده جنب منهم، واعملهم ايه طبق مسقعه كده حلو صغنن كده. هنا طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده عملت الصلصه بتاعته. طبعا هنا حسن بقى ايه بيتبل السمك في الدقيق. هنا كده قلى اول طاسه، مش هقول لكم انا قليب بقى، هو قلى اول طاسه كده. طبعا إيه اكله السمك بالذات هو بيحب يعملها يعني. هنا بقى هو طبعا عمل الجمبري كمان، شوحه كده بحته بصلايه وحبه زيت. ودول شويه جمبري كانوا عندي برضك هيحط دول على دول. وهنا طبعا بقى ايه السمك اللي هو ايه اللي بتقلي دوت اهمك في الطاسه.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حبايب قلبي، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. يا ريت اللايك وكومنت عشان ترفعوا لي الفيديو. هنا بقى ايه صينية السمك في الفرن. هنا بقى شكل الاكل يا حبايب قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوناش بقى في اللايك شير كومنت حلو سبسكرايب للفيديو. ده رز كان عندي طبعا، ما انا ما عملتش رز، يعني ايه قضيتها برضك بالحاجه اللي كانت عندي، يعني ما عملتش رز ببصل مخصوص والقصه دي كلها. اي حاجه كده وهي لقمه هنيه بالكافيه 100.